عار علينا كلنا، عار على العالم كله، مش الوطن العربي بس ولا افريقيا، لا عار علينا كلنا، وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بني ادمين زينا زيهم. احنا زينا احنا كلنا زي بعض، لينا عينين ووش وراس وجسم. يعني الناس دي عادي جدا. النهارده في 1000 و2000 3 4000 وقعوا اتضرب في صاروخ عادي ماتوا. واحنا هنا الشعوب كلها بما في اوروبا وامريكا بنبص على حاجه ثانيه، احتمال ممكن يكون الناس بيوروا لهم صوره ثانيه خالص. بغض النظر عن الاديان، احنا بنتكلم لما تتعاملوا مع الحيوانات، لما الحيوان يتاذي، لو في فيديو جه مثلا حد اذى واحد حيوان في الشارع، كلنا هيخش لازم يتسجن لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس، طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل ناس، بغض النظر عن الديانات، بغض النظر عن الديانات. انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود. انا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده، لاني انا بني ادم، انسان زي الناس اللي بتموت، زي البني ادمين اللي بتموت. انا انسان قبل ما اكون هويتي او ديني ايه، او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان. شكرا. رسالة من خلال كرة القدم، القوة الناعمة في العالم. أرجوكم كل الرياضيين وكل الإعلاميين بمختلف أديانتهم بمختلف دولهم، يمكن خلال كأس عالم نبعت رسالة، نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش. هم مش عايزين حاجة، يعيشوا بس. فلو سمحتوا من خلال الإعلاميين المحترمين الرياضيين، عادي زي ما احنا بنعمل شعار الفيفا يقول لك ريسبكت والفير، فاحنا عايزين فير في حياتنا، وعايزين ريسبكت البني ادم، عايزين ريسبكت ان البني ادم يعيش، وعايزين فير ان في شعوب تعيش. بس ده كل اللي انا بقوله لكن كل واحد ليه مشاعر، وكل واحد اذا وجد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما يبقاش بني ادم، ايا كان بقى، اذا كان الشخص ده عربي او اوروبي او امريكي او اي حاجه. احنا في حاله، احنا دايما حتى الشعوب اللي في اوروبا وفي العالم في امريكا، لو في حيوان حد قاسى عليه او اذاه، بيطلع حقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا، واطفال وستات، ولما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا، واطفال وشعوب قاعده في خيم في الشتاء وفي الصيف والشمس. احنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين نور، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراء. يعني اطفال ما بيصعبش علينا، اطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه المرض والوباء اللي ممكن من قله الاكل ومن قله النوم ومن قله العيش. فانا لو ما حسيتش كبني ادم يبقى انا ماليش لازمه ان انا اعيش، او اي بني ادم على وجه الارض ما حسش باللي بيحصل في فلسطين، بغض النظر عن هو مسلم مسيحي يهودي، يبقى مش بني ادم، ما ينفعش يعيش. واذا اصرينا ان احنا نغمض عينينا ناخد قرار، واللي في الناس اللي في ايدها القرار تحط نفسيها وتحط ولادها ان هم يقعدوا يوم واحد بس، حتى يقعدوا في الشارع في الشمس وفي المطر وفي الساعه، يقعدوا بس كده يجربوا هيعيشوا ازاي. يعني احنا لما بيحصل سيول في هنا في الجو ولا في بتاع، الناس بتتدارى وتجري، لكن السيول بتحصل في غزه وبتحصل في فلسطين والناس مش لاقيه